بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا لسه بنفتح على الفراخ البلدي، حاطه لهم بواقي الاكل الاول. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اخش بقى اجيب الحاجه اللي جوه عندهم دي عشان اغسلها، الحاجات بتاعه الميه دي اغسلها واملاها لهم ميه على ما هم ياكلوا. هنا هو بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الفراخ البيضه. طبعا الشوال اللي تحتيهم ده مش نظيف، هشيله عشان احط لهم اكل على نظافه، عشان احط لهم الاكل على شوال نظيف. هنا بسم الله الرحمن الرحيم الفراخ البيضاء حطيت لها شوال نظيف وهدلق لها الاكل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بس احط لهم معاه كيس خميره زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله كلهم بياكلوا، حتى البط اللي معاهم برضو بدأ يتعود ياكل معاهم. بصوا بسم الله ما شاء الله اهمت الفراخ البيضاء بتاكل مع بعضيها. انا النهارده حطيت لهم طبعا العلف وعليه خميره، ورميت لهم كده كبشه علف عليه عيش. طبعا انا مش هعمل الموضوع ده كتير لان انا عايزه وزنهم يفور بسرعه، عشان عايزه اذبح منهم، فانا مش هضيف اي اضافات، يعني مش هزود العلف. حاجات تانية الفراخ البيضاء بالذات انا عايزاهم يكبروا بالعلف بس، وعليه بقى الاضافات اللي هي البصل والبنجر الحاجات اللي احنا بنحطها، علشان انا عايزاهم يكبروا بسرعه. لكن انا الحاجات اللي انا هحطها دي هتاخر معايا النمو شويه، فانا عايزه اذبحهم علشان اجيب دوره تانية جديده كتاكيت بيضه. بسم الله ما شاء الله، حتى البط اتعود ان هو ياكل معاهم وبياكل زيهم. طبعا البط ما كانش متأقلم تحت مع الفراخ البيضاء، وبالذات لما البط بدأ يكبر طبعا بقى يدوس عليهم. لكن هنا ما شاء الله الفراخ البيضاء اكبر منهم وعاليه عنهم طبعا، فما بتدوس ما يقدروش يدوسوا عليهم. اهم حاجه في تربيه الفراخ البيضاء النظافه، العلف، وتكوني منقيه نوع علف كويس، يكون سوبر ويكون نظيف ويكون معمول في شركه، ما يكونش اللي هو بيتخلط اي مواد على بعضيها، يكون معمول بنسب معينه دكاتره بتبقى عاملاه، ويبقى تحت اشراف طبي كويس. لان اي ماده فيه بتزيد عن الماده التانية بتاثر بالسلب طبعا على الطيور بتاعتك. فلازم تجيبي علف يكون مضمون ومن مكان مضمون، وتشوفي على الشكاره مكتوب اسم الشركه. اللي معمول مجهول معلوش اسم شركه او اي حاجه كده ومفيش رقم تليفون وترخيص والكلام ده، ما تشتريش العلف ده، ما تشتريهوش حتى لو كان رخيص، ما تشتريهوش لان هو هيضر معاكي، مش هينفع. طبعا انا دلوقتي كده الكتاكيت بتاعتي الفراخ البيضاء دلوقتي بقى لها لسه ما كملتش شهر. طبعا بعد الشهر ان شاء الله هنبدا بقى نعلف كويس وندي علف ومعاه حاجات تانية عشان نزود في الوزن، عشان بعد على 35 يوم ان شاء الله هبدا اذبح منهم، فهكثف الاكل ليهم. هم دلوقتي ما شاء الله برضو يتذبح منهم، يعني ما شاء الله حلوين، بس انا عايزه اكبرهم كمان شويه لحتى يعني لحد لما حتى الريش يملاهم كويس. وبعدين خدي بالك، لا انت عايزه تذبحي الفراخ البيضاء، علامه انك تبداي تذبحي منهم العرف بتاع الفرخه او الديك. لما تلاقي العرف بقى لون احمر، هنا كل ما العرف يبقى لون احمر ويحمر في اللون يبقى كده انت بتقربي انك تذبحي منهم. لكن من طول ما العرف تلاقيه لونه وردي خفيف كده او ما دخلش في، كل ما لونه بيغمق انت ينفع ان انت تذبحي منهم. لكن من طول ما هم لسه العرف بتاعهم ما احمرش قوي، سيبيهم ان هم ياكلوا ويكبروا بزياده. دي علامه ذبح الفراخ البيضاء. فطبعا انا عندي لسه العرف برضو ما بقاش برضو بالدرجه اللي هي، فانا لسه هاكلهم تاني لان انا عايزاهم يكبروا شويه، عشان عايزه ان شاء الله اخد منهم بانيه. فهنا زي ما انتم شايفين هوريكم دلوقتي الفراخ وصدرها عامل ازاي. بصي هنا الفرخه ما شاء الله صدرها حلو، يعني ممكن يتعمل منه بانيه، وبرده وزنها حلو ان انا ممكن اذبح منها. بس انا هستنى شويه لحد ما الشعر الابيض ده الاصفر اللي انتم شايفينه دوت اللي هو
عند الوراك وتحت الجناحات وكده، ان دوت يريش كويس، عشان حتى الواحد يعرف ينضفها وهو بينضفها يعرف ينضفها. فانا هسيبها تكبر كمان شويه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الفراخ هي بتاكل. طبعا بتاكل بواقي البيت اللي هو اللي جاي خس وبتنجان ورز وحاجات كده، بواقي البيت اهي بتاكلها. وطبعا انا عامله لهم اكل تاني اهوت في الجردل، اللي عامله لهم عيش وعلف وشيح ورده اهو دوت. هحط لما اجي احبسهم في العش احط لهم الاكل دوت معاهم، طبعا عشان هسيبهم طول اليوم فمش هقعدهم على وجبه واحده. وهنا اهو الفراخ البيضه ما شاء الله بتاكل. يلا بقى كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. يعني يا ريت لو وصلتي لحد هنا تعملي لي اشتراك ولايك وكومنت. انا يا جماعه بلاقي المشاهدات ما شاء الله معديه ال1000 وانا ما عنديش 1000 مشترك. يعني شجعوني، يا ريت اللي يتفرج يعمل لي اشتراك، يعني ما تضيعوش تعبي. يعني انا بطلع بتعب وبروق وبنضف وبصور وبعمل، يعني ارجو ان انتوا ما تضيعوش تعبي. يعني يا ريت لو تتفرج، الاشتراك مش هيكلفك حاجه او مش هيكلفك حاجه. الاشتراك مش بفلوس، ولكن عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو جديد اعمله يوصلك او يوصلك. فيا ريت لو تعملوا اشتراك وتشجعوا اختكم كده عشان القناه ان شاء الله تكبر وتكبر بيكم باذن الله. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وبرحب باي اقتراح باي سؤال. والله احنا بنتعلم مع بعض، تربيه الطيور دي احنا بنتعلم مع بعض. انا في الاول ما كنتش بربي طيور، ولكن واحده بواحده بدات. اختي بتربي، فبدات اختي اللي اصغر مني مش كبيره، فبدات تربي، فبدات الاقي طبعا تجيب لي الاقي طعم الفراخ حلو، طعم الحاجه اللي هي ذبحها لي البط حلو، الحاجه طعمها احلى من طعم الحاجه اللي بره. فبدات اتشجع واربي، اقول طب انا عندي مكان ممكن اربي في البلكونه، ممكن اربي في مكان، لو عندك مكان فوق السطح ممكن تربي فيه. لو ما عندكيش مكان خالص ممكن تربي في كرتونه تكون محمله وتقيله، تربي فيها لحد ما الحاجه بتكبر. اولا الفراخ البيضه دي عمرها في التربيه قصير مش كتير، لان هي بتربي لحم بسرعه، لان هي بتعتمد على العلف، اكلها كله بتعتمد على العلف. الفراخ البلدي برضو ممكن على 3 شهور تبداي تذبحي منها. لو انت عايزه فراخ شامورت تذبحي منها على عمر 3 شهور، شهرين ونص لو انت بتاكلي علف وبتاكلي كويس. بس طبعا انا قلت لكم ان انا مش هذبح منهم، انا بربي البلدي للبيض، لان طبعا البيض دلوقتي بقى غالي قوي فلا غنى عن البيض طبعا لانه بروتين عالي. فانا بربي الفراخ البلدي دي للبيض، والفراخ البيضه يعني بتبقى احلى كمان من البلدي لما تذبحيها، فبربيها للذبح. فعايزه اكبر دولت بسرعه ان شاء الله عشان اجيب كمان دوره فراخ بيضه ونربيها مع بعض من اول يوم برضو. وفي الصيف بقى نشوف بقى ان شاء الله في الصيف كده الدنيا تبقى عامله معانا ازاي. احنا ربنا دولت في الشتاء والحمد لله ما ماتش منهم حاجه، وطلعنا بيهم في الشتاء. فنشوف بقى تربيه الصيف هتختلف ازاي. وبعدين انا لحد دلوقتي بصوا ايدالهم اللمبه ال100 واط، انا ما خفضتش. بس انا باجي ممكن في وسط النهار لما بلاقي الدنيا حر بروح شايله اللمبه، بحيث ان هم ما يبقوش عندهم احتباس حراري ويبداوا ينهجوا مني. فانا طبعا لما بلاقي الجو حر بروح شايله اللمبه. لما بنيجي بالليل الجو بيبقى فيه لسعه برد بالليل شويه، بروح مشغله اللمبه تاني. فانتي لازم تتابعي. وطبعا البط زي ما انتم شايفين ما شاء الله البط اتأقلم على الفراخ البيضة وبياكل ويشرب معاها. يعني هنا احسن له طبعا لما كان مع الفراخ البلدي، هنا بياكل من نفس الاكل اهوت. وان شاء الله كده يطلعوا بقى. انا جايبه 6 بطات باذن الله يطلعوا، كل اللي ليه بطه ان شاء الله يجي ياخدها. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. مش عايزه اطول عليكم بقى عشان ما تقولوش دي رغايه وبتطول في الفيديو كده، فانا مش عايزه اطول عليكم، عايزه الفيديو يبقى خفيف. وعايزاكم تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت، وما تنسوش اختكم بقى. وكل سنه وانتم طيبين، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.